ازاي تنشئ بزنس فاشل في 3 مراحل؟ المرحلة الأولى لما تيجي تشور في إنشاء البيزنس بتاعك لازم تشوف الناس الصح، أو حتى كمان لما تيجي تروح للناس اللي أنشأت البيزنس ده قبل كده ولكن فشلت فيه، لازم تعرف إيه هي النقاط المهمة اللي فشلوا فيها عشان خاطر تتفاديها في البيزنس بتاعك. مش تبتدي تقيم البيزنس بتاعك بناء عن فشل الآخرين أو تاخد المعرفة من الناس اللا مخولين. تاني مرحلة لازم يكون عندك خطة مالية للبيزنس بتاعك، سواء 3 شهور لغاية 6 شهور. معنى إيه خطة المالية؟ أنت عندك مصروفات شهرية سواء متغيرة أو ثابتة، لازم يكون معاك الصلد الكافي إن البيزنس بتاعك عقبال ما يعمل كاش فلو او يبتدي فلوسك تبتدي ترجع لك، يكون انت معاك التغطيه الماليه للبيزنس بتاعك عشان ما يجيش يقف في اول مراحل بتاعته. المرحله الثالثه وانت بتنشئ البيزنس بتاعك لازم تعرف ايه الفاليو اللي هتضيفه، ايه النهارده القيمه الجديده اللي هتقدمها في السوق. حتى لو هتعمل البيزنس بتاعك متشابه لبيزنس ناس تانيين، ولكن العميل في الاول وفي الاخر